تعودتوا تشوفوا تحدي التخمين إن كان بفيديوهات القصيرة أو بباقي الفيديوهات على اليوتيوب. هي عبارة عن أنه شخص عم يحاول يخمن اللاعب اللي موجود بالصورة. بس نحن هلا بالفيديوهات الطويلة راح يكون في عنا 4 لاعيبة ب4 صور. راح حاول أخمن صورة لاعب واحد من هدول الأربعة. مراحل التخمين راح تكون على 3 جولات. الجولة الأولى راح يكون في عندي 4 صور، أسأل 5 أسئلة على ال4 صور. بعد انتهاء الجولة الأولى راح أختار صورتين ينتقلوا معي للجولة الثانية. بالجولة الثانية راح أسأل 3 أسئلة بنفس طريقة الجولة الأولى. وبالجولة الثالثة والأخيرة راح أختار صورة من الصورتين يلي ضلوا وأسأل عليها سؤالين وأحاول أخمن اللاعب أو أخمن الصورة بشكل كامل. بعد الجولة الأولى في عندي 5 وسائل مساعدة فيني أستخدمهم. الوسيلة الأولى هي كشف صورة ب10 نقاط، الوسيلة الثانية هي هنت ب15 نقطة، الوسيلة الثالثة هي سؤال إضافي ب20 نقطة، والوسيلة الرابعة هي إمكانية التأكيد ب25 نقطة، والوسيلة الخامسة والأخيرة اللي هي تبديل الصورة ب30 نقطة. مجموع نقاط وسائل المساعدة هو 100 نقطة. أنا من وين بدي أجيب هدول ال 100 نقطة؟ راح ألعب 4 ألعاب قبل ما أبدأ بعملية التخمين، ومن خلال هدول الألعاب راح أجمع نقاط مشان أشتري فيهم وسائل المساعدة. نبلش مع اللعبة الأولى. اللعبة الأولى هي لعبة الترتيب. معي 5 لعيبة، راح أحاول أرتب اللعيبة مثل ما مرتبين داخل البوكس حسب الصفات اللي راح آخذها. أعطيني الصفات. هلا كل صورة بترتبها بمكان الصح بتاخذ 5 نقاط، مجموع نقاط اللعبة 25 من أصل 100 نقطة للألعاب. الصفة الأولى جوت ميسي. الصفة الثانية هداف. هلا هالاند أكيد هداف، بس أنا بدي أختار الهداف الأقوى اللي هو رونالدو. الصفة الثالثة القائد الأقوى بيناتهم هو بنزيما، أنا راح أختار بنزيما. الصفة الرابعة بالون دور قصدك يعني؟ لا بس بالون. هلا أغلب الناس بيعتبروا هالاند كان بالون، فبدي أعتبره أنا كمان بالون. الصفة الخامسة نحس هاري كين نحس معروف. كم صورة أنا رتبت صح؟ 5 من 5، ترتيب الصور كلهم صح. مجموع نقاطك حاليا 25 نقطة. نروح على اللعبة الثانية. اللعبة الثانية هي لعبة توب 5. راح يكون في سؤال واحد بس، أحاول أجيب التوب 5 بهذا السؤال. هلا راح أشرح لك أول شيء عن النقاط. إذا الأول والثاني مجموعين مع بعض عليهم 5 نقاط. المركز الثالث والرابع كل واحد منهم 5 نقاط، أما الخامس هو ب10 نقاط. مجموع سكور اللعبة 25 من أصل 100. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عند انتهاء الجولة الثانية. معك 5 أجوبة إن كانوا صح أو غلط. راح أبلش بيزك كتير. راح أختار مبابي، جايب هاتريك وأموره تمام بدوري الأبطال. الجواب صح، مبابي بالمركز الأول ب5 أهداف. خلينا نضمن 5 نقاط وأعطي المركز الثاني بايرن كمان وفظع. راح أختار هاري كين. الجواب صح، هاري بالمركز الثاني وهيك أخذت 5 نقاط، صار مجموعك 30 نقطة. خليني أختار هالاند بيزك كمان. الجواب صح، هالاند بالمركز الرابع ب3 أهداف، أخذت 5 نقاط وصار مجموعك 35 نقطة. أنا ضل عندي هيك المركز الثالث والمركز الخامس. إذا هالاند ب3 أهداف أخذ المركز الرابع، ممكن المركز الخامس يكون هدفين. راح اختار راشفورد، جاب هدفين على نيوكاسل. الجواب صح، بالمركز الخامس ب2 أخذت هلا 10 نقاط. يعني هلا انا اذا جبت المركز الثالث بكون مقفل النقاط كلها، بكون جبت 50 من 50. لوتارو مارتينيز. لا جوابك خطأ، مو موجود بالليستة. بالمركز الثالث هو جوناثان، مهاجم فرانكفورت ب3 أهداف. مجموع نقاطك باللعبة الثانية 20 من أصل 25، مجموعك الكامل صار 45 نقطة. 45 ممكن اخذ فيها وسيلتين مساعدة. اللعبة الثالثة هي متابعة المباريات. راح يكون في 5 أسئلة مع 4 خيارات بكل سؤال. كل سؤال عليه 5 نقاط، مجموع نقاط اللعبة 25 من 100. معك 90 ثانية تجاوب على الأسئلة كاملة. تمام؟ فلازم تجاوب بشكل سريع مشان ما تخسر فرصة باقي الأسئلة. معناها ما حقدر أفكر. رح بلش المؤقت. جاهز؟ يلا. السؤال الأول، كم ركنية بمباراة ليفربول وغالاتا سراي؟ 7 8 9 أو 10؟ مباراة خلصت 1-0، يمكن يكون فيها ركنيات كتير، خاصة انه ليفربول خسر 1-0. 10. جواب صح. السؤال الثاني، كم بطاقة صفراء بمباراة برشلونة وباريس؟ 1 3 5 أو 6؟ 5. جواب خطأ، 6 بطاقات. السؤال الثالث، كم هدف سجل بايرن ميونخ بأول جولتين من دوري الأبطال؟ 4 6 8 أو 10؟ 8 عنده آكل هدفين عشان يذكر برشلونة 8-2. جواب صح. السؤال الرابع، كم تسلل بمباراة برشلونة وإشبيليا؟ 6 8 10 أو 12؟ هلا برشلونة بيلعب مصيدة التسلل، أنا راح أقول 8. جواب خطأ، 10 تسللات وكلهم على إشبيليا. والله. السؤال الخامس، كم دقيقة لعب أردا غولير مع ريال مدريد ضد فيا ريال؟ 52 62 72 أو 82؟ يمكن استبدل بال 72.
جاوب خطأ 62 دقيقة وتم استبداله. بكير طلع. سؤالين صح من أصل 5، 10 نقاط من أصل 25 نقطة. تعرف مجموع نقاطك قد إيه صار؟ كنت 45 واخذت 10 55. صح، 55 نقطة. نروح على اللعبة الرابعة. اللعبة الرابعة هي لعبة النتائج، رح يكون في 3 أسئلة بمستوى سهل متوسط وصعب. هاي الأسئلة رح تكون لنتائج بمباريات ضمن بطولات معينة. عندك كل سؤال عليه 5 نقاط، وإذا جاوبت الأسئلة ال3 صح بتاخد 25 نقطة بدل ال 15. حلو. البطولة هي بطولة دوري الأبطال. أحلى. السؤال الأول، نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أياكس إياب 2018. هي المباراة المشهورة اللي فظع فيها ديونغ وكان الجيل الذهبي لأياكس، 4-1 لأياكس. جوابك صح. حتى أقصوا ريال مدريد من البطولة. السؤال الثاني، نتيجة مباراة برشلونة ونابولي دور 16 2020. دور 16 2020 السنة الكبيسة تبع كورونا اللي ما صار فيها ذهاب إياب، واللي برشلونة أكل 8-2 من بايرن، كان ربحان على نابولي 3-1. جوابك صح. السؤال الثالث، نتيجة مباراة أولمبياكوس ضد باكوس بالجولة الأولى 2025. يعني ما بعرف، 2-1 لا أولمبياكوس. جوابك خطأ، انتهت 0-0. سؤالين صح من أصل 3، مجموع نقاطك باللعبة 10 من أصل 25. يعني لو أنا جاوبت السؤال الصعب كان أخذت 25 نقطة بدل 10. مجموع نقاطك العام صار 65 نقطة من أصل 100. بعد ما انتهينا من الألعاب الأربعة وحققت نتيجة 65 نقطة، راح استخدمها بوسائل المساعدة. راح نبلش بالجولة الأولى من التخمين. سؤالي الأول راح يكون: كم لاعب من اللاعبين الأربعة اللي موجودين بالصور سجل هدف بالجولة الثانية من دوري الأبطال هاي السنة؟ 0. ولا لاعب سجل أهداف. سؤالي الثاني راح يكون: كم لاعب من اللاعبين الأربعة اللي موجودين بالصور يلعب حاليا بالدوري الإسباني؟ 4. معناها مبابي ما موجود من بين هدول الأربعة، لأنه هو سجل لريال مدريد، وبرشلونة فيران توريس سجل ما موجود، الفاريز سجل كمان وما موجود. سؤالي الثالث راح يكون: كم لاعب من اللاعبين الأربعة بيلعبوا بقطبي الكلاسيكو؟ 4. الأربعة هن ببرشلونة أو ريال مدريد. سؤالي الرابع راح يكون: كم لاعب من اللاعبين الأربعة بيلعبوا بنادي برشلونة؟ 2 منهم. 2 ببرشلونة، 2 بريال مدريد. لحد هلا انا عم بحاول اعرف الصور الاربعه مين هن اللاعيبه اللي موجودين فيهم. الاربعه هن بالدوري الاسباني، لاعبين ببرشلونه ولاعبين بريال مدريد. بلاعبين برشلونه ما في من بيناتهم فيران توريس، ولاعبين ريال مدريد ما في من بيناتهم مبابي. سؤالي الاخير بالجوله الاولى: كم لاعب من اللاعبين الاربعه لعبوا بانديتهم الموسم الماضي؟ هيك انا حاولت احصر شوي اللعيبه بشكل اكبر. هلا انت هيك خلصت الجوله الاولى، اختار صورتين ليكملوا معك للجوله اللي بعدها. انا راح اختار الاثنين اللي بالنص، معناتها انا راح انزل هدول الاثنين اطفي بيهم من دون ما اشوفهم. أنا هلا فيني أستخدم وسائل مساعدة. راح أستخدم حالياً وسيلة مساعدة كشف صورة ب10 نقاط. بدي أكشف واحدة من الصور يلي طلعوا برا. أي صورة حتختار؟ الصورة اللي على اليمين. يلا. راح أحاول أكشفها. راشفورد من برشلونة طلع برا، ممكن يكونوا اثنينهم من الريال، ممكن تكون صورة برشلونة صورة للاعب ريال. سؤالي الأول بالجولة الثانية راح يكون: هل اللاعبين اللي موجودين بالصورة بيلعبوا بنفس النادي؟ 0. كل واحد بيلعب بنادي، معناه واحد ببرشلونة وواحد بريال. سؤالي الثاني بالجولة الثانية: هل أحد اللاعبين اللي موجودين بالصورة يحمل الجنسية الإسبانية؟ واحد منهم بيحمل الجنسية الإسبانية. واحد إسباني. سؤالي الثالث والأخير بالجولة الثانية: هل في لاعب من اللاعبين الموجودين بالصورة سجلوا أهداف بكلاسيكويات الموسم الماضي الأربعة يلي خلصوا لبرشلونة؟ واحد منهم. هلا بريال مدريد مبابي، قلنا مبابي أكيد برا، واللاعب الثاني اللي سجل هو رودريغو من حرة مباشرة. رودريغر سجل هدف بالراس. ببرشلونة عندنا لامين، رافينيا، ليفا، فيران توريس طلعناه برا، عندنا بيدري. هيك أنا خلصت الجولة الثانية، راح أنتقل للجولة الثالثة. نقي هلا واحدة من الصورتين. راح أختار الصورة اللي على اليمين هي اللي تكمل بالجولة الثالثة. معناتها أنا راح أشيل هاي الصورة وأنزلها. قبل ما أبلش بالأسئلة بدي أختار وسيلة مساعدة، هنت أو تلميح ب 15 نقطة. طيب طلع عندك 40 نقطة. الهنت هو لاعب لاتيني. اللاعب اللي موجود بالصورة هو لاعب لاتيني. ايه؟ إذا هو لاعب لاتيني موجود ببرشلونة فهو ما في غير رافينيا، هو اللي سجل هدف الموسم الماضي. وإذا اللاعب كان لاتيني بريال مدريد فأنا في عندي فينيسيوس، رودريغو وأندريك. إنه اللاعب اللي موجود بالصورة هون هو واحد برا هدول الأربعة. السؤال الأول بالجولة الثالثة والأخيرة: هل اللاعب اللي موجود بالصورة لباس الأصلي للنادي اللي بيلعب فيه هو لون أبيض؟ ايه؟ ريال مدريد. لو كان الجواب لا فكان على الأكيد رافينيا. هلا أنا سألت سؤال إنه سجل هدف في الكلاسيكويات الموسم الماضي وكان الجواب إيه، بس قد يكون الصورة اللي طلعت الجواب اللي كان واحد منهم يكون بهديك الصورة ما يكون بها. فهون أنا عندي رودريغو سجل، فينيسيوس وأندريك ما سجلوا. السؤال الثاني والأخير: هل اللاعب يلي موجود بالصورة، فكرت بالسؤال كتير؟ هاد سؤالك الأخير. فكرت، هل اللاعب يلي موجود بالصورة عمره تحت ال20 سنة؟ لا.
مانو أندريك. ضلت محصورة بين فيني ورودريجو. كم نقطة عندي؟ عندك 40. يعني وسيلة مساعدة واحدة ما حتفرق النقاط. تبديل الصورة ما حتفرق، ما حيفيدني أبدا لأنه أنا ما بعرف الصورة هذيك نهائيا. سؤال إضافي ممكن يفيدني، بس أنا هختار إمكانية التأكيد ب 25 نقطة. إمكانية التأكيد هي إني أنا أعطي عدد من اللاعبين أتأكد إذا هل هو واحد منهم أو لا. كم لاعب أنا عندي؟ بالكتير 4 لاعبين. بالكتير 4. فيني أستخدم لاعب أو 2. رح أعطيكي إمكانية التأكيد. هل اللاعب اللي موجود بالصورة قد يكون بين، هلا أنا بعرف إنه هو بين فينيسيوس ورودريجو، أنا رح أختار هل هو بين رودريجو ورودريجير؟ لا. هل اللاعب الموجود بالصورة هو فينيسيوس؟ صح، برافو. فينيسيوس. كانت ممتعة كتير اللعبة صراحة. كتير صعب ان انت يكون عندك 4 صور تحاول تخمن منها صورة واحدة بهاي المراحل. جربوها بين اصحابكم، واذا عجبتكم اكتبوا لي تحت بالتعليقات واعطونا افكار لاسئلة جوات التحديات لحتى نستخدمها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم المحتوى تابعونا. قبل ما نختم الفيديو، مانك حابب تشوف مين فيه بالصور؟ والله حابب. خليني اتوقع. هلا عندي لاعب بالريال ولاعب ببرشلونة، ممكن يكون رودريجو، ولاعب برشلونة رافينيا. شوفهم وشوفهم. لامين واردا. ابدا ابدا. سلام.